بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي الأزهري. السيرة، الموضوع الخامس: الدعوة إلى الإسلام سرا والسابقون إلى الإسلام. تمام؟ كانت بداية الدعوة في الإسلام سرا. ما أنا لو جيت قلت في المجتمع في دين جديد وأنا نبي هيقتلوني، صح؟ لكن وضع إيه؟ هتوقد الدعوة قبل ما تبدأ أصلا، هتتقتل وتموت قبل ما تتعمل أساسا. فمن الحكمة إن أنا أقعد أأسس الأول أسس وأعمل جيل يتحمل الدعوة في الأول بالراحة، ليتلي رويدا بيت باي بيت بيعجبك. همشي نقطة نقطة، خطوة خطوة، بالراحة، أسلوب بطشور، أي حاجة تعجبك. همشي بالراحة كده وأظبط الدنيا فيها إيه. تمام؟ حلو. شيء. نعم. ممكن ابقى نبي دلوقتي؟ نعم. نبي. أنت عبيط يا عمر؟ لا، ممكن يعني ادعو الناس برضك لله. انت كده داعيه. في فرق بين النبي وبين الداعيه. النبي لا نبي بعدي، خلاص مفيش نبي تاني، رسول صلى الله عليه وسلم. انتهى خلاص. ما هو النبي والرسول، ان محمد نبي ورسول. في عند نبي ورسول وفي عند رسول بس، وخدنا الفرق بينهم في الدين وادهم لك، هتاخدهم بالتفصيل في اولى ثانوي. خلاص. يبقى النبي الذي بيدعو بدعوه من قبله ولم يؤت بايه، ما جاش ليه رساله، بيجي له دعوه بنفس دعوه سيدنا مثلا زكريا، يحيى، بيدعي بنفس دعوه سيدنا موسى. خلاص. وانبياء كل بني اسرائيل بعد سيدنا موسى بيدعونا بدعوه سيدنا موسى. تمام؟ ما لهمش كتاب مستقل غير التوراه مثلا. فهمت حاجه؟ ما فيش كتاب بعد كده غير الانجيل في عهد سيدنا عيسى. يبقى بعد كده احنا في المسلمين ما فيش تاني خلاص. احنا اخر امه، احنا اخر العالم، النهايه خلاص، ذا اند. خلاص كده. فما فيش لا نبي بعدي، مش يا عمي؟ فمحمد خاتم النبيين، خاتم الايه؟ ما فيش نبي تاني، ما فيش مرسل تاني. طب انتهت الدعوه، مين اللي هيقوم بنفس رساله الانبياء والرسول؟ حضرتك. اما تتلقى علم كويس في مؤسسه محترمه زي الازهر مثلا، وتبدا تهتم وتشد حيلك وتكون عنصر بناء في مجتمعك، تقدر في اللحظه دي انك انت تقوم بدور النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغ دعوة رسولك صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ لكن فيه نبي هيجي ورسالة تيجي، انتهى الموضوع ده، اتقفل من 1400 سنة، اتقفل خلاص. مفيش حد نبي تاني جاي، ولا فيه نبية ولا كلام من ده، مفيش كلام ده. خلاص؟ يبقى الباب ده اتقفل. طب الدعوة هتصل للناس ازاي إلى أن تقوم الساعة؟ عن طريق حضرتك، اجتهادك ومذاكرتك وعلمك وتثقفك، وراجل بتهتم بدينك، بتهتم بمدرستك، بتهتم بدروسك، بتحل امتحاناتك اللي طلبها منك ما حلتهاش كده يعني. صح ولا ايه؟ فتبدا تشد حيلك انك تبقى انسان في مجتمعك بناء، مش هدام. تحمل دعوه رسول الله بالحسن، بالموعظه الحسنه، بالاكرام، بالاخلاق الطيبه، بالصلاح، بالتفوق في دراستك. يبقى انت رمز دلوقتي للدعوه. سلام. ماشي يا عم الشيخ كده ولا مش ماشي؟ فهمت كده؟ جميل. طيب خلاص، سؤالك تجاوب عليه ولا في حاجه مش داخله؟ طيب الحمد لله. من هم السابقون إلى الإسلام؟ السيدة خديجة وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وحاضنتهم وأيمن وعثمان بن عفان وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود. عملوا إيه؟ وعمار بن ياسر. دول أول ناس يا عمر، وصحصح معايا هخبطك بالكوباية في دماغك. دول أول ناس آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أسلم، أول ما جات له الدعوة صلى الله عليه وسلم، أول واحدة آمنت بيه مين؟ خديجة. زوجته. بعد كده ابو بكر على طول، ما فيش بعد كده خلاص. وبقى بيعد لك بقى ابو بكر، وبعدين سيدنا علي كان بيتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شايف حاله، يعني ليل ونهار عايش معاه، فعارف ان هو ده صادق امين. نبي يبقى نبي، ما فيش ليه كلام تاني. تمام كده؟ طيب. وزيد بن حارثه وحاضرته ام ايمن اللي رضعته عايشه معاه، كانت بتربيه، يبقى كانت في علاقه كويسه بينهم، فعارفاه كويس قوي. عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ما سابش اصحابه، ما سابش الناس الكويسين. فهمني كده يا باشا؟ فأسلم. زبير بن عوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخواله، يعني في النسب من أخواله. عبد الرحمن بن عوف. عبد الله بن مسعود كان عبد في مكة، وكان طلعان عينه ومعذبينه ومبهدلينه. عبد الله بن مسعود. عمار بن ياسر كان عبد، وكانت أمه عبدة وكان أبو عبد، وقتلوا أمامه في التعذيب اللي احنا عرفناه. اتقتلوا قدام عينه. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم قولا
قال قل في محمد قولا وندعك، مش هنموتك. فذكر فقال هلكت، وجي يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن عادوا فعد، لو عذبوك تاني وعلقوك أو بهدلوك قول عشان تنجي نفسك من الإيه؟ من هذا العذاب. لكن ما في قلبك الإيمان خلاص، ما وقر في القلب، مش كده ولا إيه؟ مصدق ولا يعني أنا مؤمن في قلبي، وما ناس كتفتني وعذبتني وطلعتني وعلقتني وجابت السكاكين قول كذا، قمت قايل وأنا قايل بلساني وأنا قايل بقلبي، صح؟ هو سيدنا عمار كده. يعني ايه؟ سيدنا عمار لما عذبوه، عمر أنت صحي؟ اه صح. سيدنا عمار بن ياسر لما آمن وأسلم ودعا أبوه وأمه، يبقى راح جاي الأقربين وراح دعاهم للخير، آمنوا معاه، تمام؟ ليه؟ عملية العبودية كانت صعبة قوي، فإن واحد يفهم إن أنا عبد زي سيدي، يعني معقول أنا زي سيدي؟ مش ممكن، أنا زي أبو جهل، يعني زي بعض، ده أنا من الدرجة الثالثة، هو راجل ده إيه ده راجل سيد قومه، ده منى اللي وصل له، او اقصى حاجه من المنى انه وصل لها انه يثني عليا بس، يقول لي يا ده انت كويس يا عمار، انت كويس يا ياسر، كويسه يا سميه، ياه انا اسعد مخلوق في الدنيا، ليه؟ اثنى عليا سيدي. فما يجي الاسلام يقول لك لا ده حضرتك زيك زيه، ايه معقول؟ بقى انا عمار بن ياسر وابويا ياسر وامي سميه زينا زي ابو بكر زي ابو جهل كده؟ مش ممكن. ايوه زيه يا عم، 9 اشهر زيك زيه، وهتحاسب وتموت وتدفن في تراب، واحد بيدفن في ايه؟ في مسك، بيتحط في رمل زيك، وبيعيش زيك وبيموت زيك وبيعيا زيك وبيعيش عادي جدا، انسان عادي جدا. فبدات تتكشف عند الناس دي حقائق كانت يعني مش موجوده في حياتهم. كان قمه سعاده بلال بن رباح انه يرضي سيدي اميه بن خلف، انه يعني اميه بن خلف النهارده يقول لك ده بلال ده شاطر ممتاز يا بلال، يا انا كده بقيت احسن واحد. فهمت حاجه؟ فالاسلام جه قال لهم لا يا اخوانا انتوا فاهمين غلط، انتم بشر زيهم بالظبط، انا بشر زيه بالظبط، انا زي سيدي، معقوله احنا زي بعض؟ فبدات الدنيا تتضح عندهم، وبداوا يعرفوا ان في اله فعلا عدل، وان ما ينفعش انا ابن 9 وابن 9 هو يتسيد عليا ويضربني بالكرباج ويعذبني ويعمل يا ولد ويشيل يا ولد ويعمل ايه الفرق بينه وبينه؟ عينين وعينين، مناخير ومناخير، بق وبق، شعر وشعر، جسم وجسم، ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق؟ ماشي؟ فبدات تتفجر من هنا بعض الثوره الداخليه في قلوب الناس. فامن سيدنا مين؟ يا عمار بن ياسر طبعا، وده اقنع ابوه وامه امنوا. جه ابو جهل اللي معرف بقى، ما هذا سميه أتكفرين بالأصنام واللات والعزى وتؤمنين بدعوة محمد؟ وراح ماسك سمية وراح جايب عمار بن ياسر وراح دفنهم، ياسر أبو عمار، وراح دفنهم في الرمل لغاية هنا، وشتيمة وضرب وقلة أدب وعذاب لغاية ما بزقت في وجهي، تفت في وشه. يا نهار أبيض، أمتي ده أنا عزقت عبد راح عامله كده خلاص مات، ما حاجة ما لا ضايقني شوية، خنقني، ودى العبد زربون خنقني موته، ما بك هناك كثير فتشتري غيره. سمية بتتف في وش ابو جهل تبصق في وجهه، يا نهار ابيض. فقام سمية ايه ده؟ ايه اللي عمل في سمية كده؟ الدين الجديد، قلبي من حديد ومش ما يهمني حد، انت بشر زيك وانت بتاع. وراحت شتماه وقالت له انت ايه؟ انت انسان مش كويس وبتتكلم كلام وحش وفاشل وفاسق وفاحش القول. انا فاحش القول؟ انا وحش؟ انا ابو جهل، انا عمرو بن هشام. راح ماسك الرمح وراح ضاربها موتها. وعمار مصلوب كده، مصلوب على الشجره وبيبص على امه وهي بتموت. وجه ابوه سميه راح ماسك البتاع وراح قاتل مين؟ وراح قاتل ابوه. فبات ابوه مات قدامه وراح جايبه هو بقى، انت السبب في كل ده، عذب. طب عشان عايز بقى ياتي محمد من النقطه دي، يعني يجيب يأثر في دعوة محمد. فقال اذكر محمدا بسوء وأدعك، قول بس عليه أي كلام، قول أي كلمة وحشة. فراح دعوه. شوف رغم انه كافر اهو وصدق في الوعد بتاعه. احنا عندنا اهو بيوعدوك 500,000 وعد وما بيصدقوش فيه اصلا. فقال دعوه فسابوه. فجي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله لقد خلاص انا هلكت. ما بك؟ هلكت، لقد ذكرتك بسوء. قال وان عادوا فعد. ما في قلبك يا عمار؟ قال يا رسول الله ايمان، انا مؤمن بالله ورسوله. خلاص ما يعملوا يعملوه. ماشي.
يعني انا مؤمن بيك يا رسول الله، يعني الكلام اللي قلته ده موافق للي في قلبك؟ لا خلاص، ما انت كده مؤمن برضه. انا قلت حاجه على الرسول الله وحشه. عشان يسيبوه ما يعذبوهوش، فقال تمام كده. ده حالهم بقى، تخيل بقى الناس كلها بالمنظر ده وبالعذاب ده. إيه الواقع بقى؟ فصبروا لغايه ما جالهم امر بالايه؟ امر بالجهاد. فاهم حاجه؟ نعم. فاهم حاجه يا باشا؟ طيب. والزبير بن عمرو وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. لا لسه سيدنا عمر مش دلوقتي، لسه قدام شويه. بس لما يخش عمر في الاسلام يتغير كل شيء. عشان عمر بن الخطاب عشان ليه قوه وعزم. ما كلهم وشجاعة. اقوياء وكلهم عندهم عزم، بس سيدنا عمر ربنا جعل فيه، سيدنا عمر ربنا جعل فيه كده كاريزما معينه مش اي حد يكون زيه. لم يعني ما فيش في الامه كلها زي عمر خلاص. فعمر ده حاجه خاصه يعني، ماشي. ابو بكر الصديق حاجه خاصه يعني. فالناس دي ما هو ربنا بيجهز ناس تشيل دعوه، بتجهز ناس قلوبها صافيه، شخصيتها ممتازه، سلوكهم محترم، ناس كويسين جدا، صادقين، عندهم قوه، عندهم شكيمه، عندهم عدل، عندهم ايمان، عندهم هو ده يحمل الدين. وصل ما كانش وصل لنا كده لو الناس دي ما كانت اي كلام، ناس ورق، ما كانتش وصل الدعوه لينا احنا. احنا بقى لو كنا رجاله فعلا نبقى زي اجدادنا ونكمل دعوتنا، صح؟ فهمت حاجه ولا ما فهمت؟ طيب. طب يا سيدي، الجهر بالدعوه بقى، امر الرسول بالجهر بالدعوه، الناس عماله تتعذب والصحابه تتبهدل وهجره وبتاع وقرف وعذاب. خلاص هنا بقى خلاص اذن للذين بانهم ايه؟ يقاتلون انهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. خلاص يبدا تنتقل الدعوه من مرحله السر من تحت لتحت، وناخد بيت بعيد قوي في بقعه الجبل اسمه الارقم ابن ابي الارقم، لولد عنده 13 سنه صحابي جميل صغطط كده، عشان الناس ما تشكش فيا وان انا بروح اعمل حاجه. والظهر الاجتماع بتاعنا الساعه 2 الظهر، ما كانش في ساعه ولا حاجه، بس كان بالوقت يعني عز الظهيره. عز الظهيره في مكه ده ما حدش يقدر يخرج بره في الشارع. يعني دلوقتي في التطور اللي احنا فيه ده لو خرجت بالكوتش على الاسفلت الكوتش يسيح، ما فيش خروج على الطريق في الولعه دي. تمام. فاذا لما يخرج سيدنا محمد ايه؟ يحاول يعني يمشي كده ويمشي في الحته ويروح لغايه ما يجتمعوا، ما حدش هيشوفهم اصلا. يبقى حرص على الدعوه اهو، ماشي، ما حدش هيشوفهم اساسا. فكان الميعاد اللي هنجتمع فيها يا جدعان عند الارقم الابرقم الظهر في الولعه، كله يلبس حاجه في رجله بقى ويظبط نفسه الحر ويطلع ويستحمل شويه الولعه دول. والصحابه بدأوا يجتمعوا في بيت الارقم الابرقم، دي الدعوه السريه. كانوا ربنا ما يخليهمش الجو حر علينا، صح؟ لا ده من باب ان انا اصبر وابتلي واصبر عشان اتمحص. لو ربنا عايز حاجه سهله من الاول كان عملها سهله من الاول، لكن كل ما كنت تمحيص كل ما يطلع رجاله. يعني في غزه دي ممكن ربنا عايز يقول لك طب ما ربنا ينصر غزه، صح؟ وكن فيكون، وولع في اليهود وولع في اليهود. طب فين الرجال بقى؟ وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الله الكافرين. يبقى يمحص يعني يطلع رجاله من فولاذ، مش اي حاجه تيجي توقعهم. مش توتو ميمي وسوسو ورايح حفله عمرو دياب وعمرو دياب ورايح تامر حسني وقسني والكلام الفاضي ده ويدفع 6000 جنيه في التذكره. دول تعالى مخيخ، دول تعبانين، دول هينصروا امه، دول هيقفوا في دفاع عن الدعوه دول ولا الهوى. خلاص يبقى الجيل اللي هيتربى فعلا في المحن هو اللي يطلع راجل. لكن انت عايز تجيبني واحد قاعد مرفه، احلى اكل واحلى شرب وفسح والساحل الشمال والساحل الهبابي على دماغهم، وفي الاخر تقول لي ده هينصر دين؟ انهي بالعقل كده فين ده ان شاء الله؟ هم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في بدايه الدعوه كانوا مرفهين، ده شافوا المر. ليه؟ هيطلع واحد زي عبد الله بن مسعود كده يقف عند الكعبه، من يبلغ؟ صلى يقول ايه؟ الرسول صلى يقول ايه؟ من يبلغ قريشا شيئا من القران؟ انا رسول الله. من يبلغ قريشا شيئا؟ انا يا رسول الله. وابو بكر وعمر وعثمان فطاحنا قاعدين في اسود قاعده، لكن الامر صعب جدا انك تواجه قريش لوحدك. فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبلغ القران في حجر الكعبه، حتى جاء ابو جهل يا ابن ام عبد وراح ضربه قلم راح طير له ودنه وشلفط لغايه ام علي واتشلفط خلاص، ضربوه لغايه ما خلاص بقاش باين منه حاجه. فخدوه بتاعه وفوقوه فاق، فقال يا عبد الله مش قلت لك؟ قال يا رسول الله والله إن أسعد لحظات حياتي ما رأيته على وجوه قريش. كانوا خايفين. ده مش خايفين، أنا كده وحش،
عبد الله بن مسعود اللي ساقه قد كده واللي مش عارف ايه والضعيف والهزيل ده هو ارعب عتاوله قريش. فالدين ده جعل من الناس ما كانش فيه اصلا بقوا اسود. سيدنا بلال بن رباح كان يصارعه اي حد في الشارع يضربه، اي حد في الشارع يضربه، يصارعوا الغلمان في الطرقات عادي. سيدنا بلال كان ضعيف وكان مستكين كده وخاضع ومش عايز يعمل مشاكل وعايز سيده ما يزعلش منه وكده. اما جه الاسلام بقى في اسد واقف قدامك. الله، هو ايه الدين الجديد ده اللي بيخلي الناس تتحول ده؟ انت فاهم يا حبيبي؟ فالدعوه في الاول كانت ماشيه سريه عشان تطلع الاسود دي اللي تتحمل الدعوه. لكن لو الدعوه جت هيصه ودخل شويه سيس وجيس وشويه ناس بسكوته ما تنفعش معانا. اللي يخش بعد كده وكان بسكوته هيبقى وحش، لانه دخل في وسط ناس تعمل حديد، تصهر الحديد، خلاص يبقى هيطلع جيل محترم قوي شديد، انظف جيل على وجه الارض في الوقت ده. فاهم حاجه؟ انت فهمت؟ يبقى الدعوه السريه دي عملت لي اساسات وقواعد محترمه هبني عليها المبنى كله بعد كده. لان لو عملتش قش هيقع، هيتولع في ثواني. القش ده وقع البيت كله، يبقى انا عملت ايه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوه السريه عشان ينتقل للدعوه الجهريه. الدعوه الجهريه بقينا رجاله بقى، معانا اسود، معانا رجاله محترمين يشيلوا الدعوه لو اتحطوا فين ما يهمهمش. فين؟ لما جت بعد كده وبدات الدعوه تتسع ودخل الاوس والخزرج الانصار قالوا يا رسول الله لو خضت معنا بحر الغمام لخضناه معك. يجي يقول يا رسول الله خذ اموالنا ما شئت واترك ما شئت، فوالله الذي اخذت احب الي ما تركت. خذ مالي كله في سبيل الله. اما ينفق عثمان بن عفان يجهز جيش كامل بعدته وعداده وفرسان وسلاحه من جيبه الخاص. يبقى الناس دي يعني الجيل ده ما يكررش، خلاص انتهى. افضل قلوب على وجه الارض اصطفاها الله عز وجل ان تكون حمايه لهذه الدعوه. فلما يجي وقت الشده ما اجيش واسيبك. يعني انا لو نزلنا دلوقتي رحنا عند توتو وميمي وسوسو اللي بياخد 150,000 جنيه في اللي مش عارف ايه، وياخد في اليوم في الاسبوع ولا في اليوم مصروف، و 150,000 جنيه يمشوا اسر في مصر هنا سنه. 150,000 دول ياخدوا مصروفهم كده في الساحل الشمالي والساحل البابي ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده. شويه السيس دول لو جه دلوقتي قال لك في دعوه ولا في دين ولا في هيثبت؟ ده ميمي سوسو مالوش في الكلام ده. لكن لو جايب واحد بقى من عصارته وفي محنه وحاجات صعبه واتدرب واثقل معدنه وتشال الحاجات اللي مش كده في معدنه، بقى بيلمع يقف في وجه اي حد ما يهموش حد اصلا. ماشي يا باشا ولا لا؟ يبقى دي الدعوه السريه نتجت لي اسود. الاسود دي هتشيل بعد كده بقى مهام الدعوه وهتنقل الدعوه عصور الى ان تقوم الساعه. يبقى المرحله اللي جايه دي مفيش توتو ميمي هيبلغ دين ابدا. يبقى الناس اللي هتبلغ الدين والدعوه اللي اتمحصوا واتبهدلوا ويبص بقى شافوا ايام سود. في اليوم ده يطلع رجاله محترمين يقدروا يشيلوا الدعوه فعلا، يدعوا الى دين الله عز وجل. لكن احنا ربنا يغفر لنا ويسامحنا ويصلح حالنا وحال المسلمين جميعا. فاهم حاجه؟ طيب. امر صاحب بان يجري بالدعوه فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. من لازمت الدعوه؟ طلع قال يا قريش، طلع على الايه؟ على التبه ونادى، جم اتجمعوا وصباحا كله جه يجري. في ايه؟ لو انذرتكم ان هناك عدو او في حد جيش خلف هذا الوادي ان يغير عليكم اكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم في ناس في جيش متجمع دلوقتي جاي يهجم على مكه ويبهدل الدنيا هتصدقوا؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط. الله، ده احنا عندنا 40 سنه مش ناس كذبت مره يعني مش خالص. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب اليم. انا رسول لكم. عم واقف مش يقف عم يسندني كده في جنبي، ما انا ابن اخوه. قال له تبا لك سائر اليوم، قال هذا جمعتنا؟ انت جاي تجمعنا عشان الكلام ده؟ فانزل الله تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. مش كده الى اخر السوره؟ ماشي يا باشا. طيب. يا معشر قريش لو اخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الجبل تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ طبعا. قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. عمرنا ما سمعنا كذاب قبل كده.
هو ايه تبا لك كتير؟ تبا لك شتمه. يعني يعني احنا مثلا نقول لك ايه، خسئت، انت مش عارف ايه، شتمه زي الشتيمه اللي احنا بنعملها دي ايام، بس زي انت عيطنا ليه يعني، كانت شتيمه زي دلوقتي حاجات قله ادب. خلاص. تبا لك لهذا او جمعتنا سائر يوم، يعني هذا لهذا جمعتنا. تبت يدا تبت اللي هو ايه، الخسران، اللي هو انت ده انت خسران، ده انت مش عارف ايه، ده انت مفيش مكسب منك. فتبقى بالله وتب ما اغنى عنه. قالوا هو ما كسب سيسلا. بس فلوس ايه، الدنيا مش فلوس، ولا الدنيا مواقف يا ابني. لدرجة ان ربنا عمل له نار هي مخصوص. هيتعذب فيها اليوم القيامه. موقف ابي لهب عندما اخبره قد تبت يدا. طيب، تبا لك لهذا سائر اليوم، ماشي. طبعا قال له ايه تبا لك، يعني ايه هلاكا تهلك، مش عارف ايه الكلام، شتيمه يعني. تبا لك اي هلاكا لك. فالمهم رفضت قريش دعوه العقاد، انتشرت الدعوه، وقفوا بقى وقالوا لا كده مش هينفع، ده محمد ده جاي بقى ايه يسفه احلامنا ويمزق اجتماعنا، ولا لا مش نافع الكلام ده، هنشوف معاه حل بقى الراجل. عنهم كانوا بيقوموا بصدق الامين. كانوا. طيب اذا امر صلى الله عليه وسلم بداوا بقى يجيبوا شوك بقى ومجاميل، تحط له حطب اللي هو الشوك اللي بياكلوا الجمل ده اللي في الصحراء ده، ما تعرف يديها حبلهم من المساء. تحطه في الطريق بتاعه رايح يصلي، القاذورات القرف عمه يجيب سلل جزور الامعاء الحيوانات ويحطها فوق وهو ساجد، وتيجي بنته فاطمه رضي الله عنها وارضاها تشيل عن ابيها وهي عندها 5 سنين اموره كده، تيجي تشيل عن ابيها وتشيل حاجات القاذورات اللي على جسم ابيها وهي صغيره كده، ماشي. لقيتي على الرسول الحاجات. كان يجي يسجد يروح جاي ابو جهل عمه ده بتاع ابو لهب عمه، اللي هو يروح حاطط على ظهره ايه، على ظهره القاذورات والقرف. وكان بنته يعني بنته تسال انت لو جيت ابوك حد جه حط على ابوك حاجه هتعمل ايه؟ بس ما هو ده اللي حصل. خلاص. وصل ايذاء قريش المستضعفين والارقاء في حتى كيف تم عندهم بلال بن رباح، طبعا معروف قصته حكيتها لك، واميه بن غفر وعمار بن ياسر حكيت لك قصته. اهم الدروس بقى فضل السابقين الاسلام، شده ايذاء المشركين مكه، بشرط مثلا عمار بن ياسر واهله انه صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه. ماشي يا عم الشيخ، السيره لذيذه يا عم عمر ورائعه، وحاجات نتمسك بيها. من ليس له ماضي ليس له حاضر. انتهت الايه، انتهت السيره الف ه، انتهت السيره كده، احنا خلصنا كل حاجه يا باشا. يعني باقي عليك انت ايه، انت لا دي امتحانات كلها. ايه دي كلها امتحانات. لا، هنبدا تجويد بقى.